هذا ذو الخويصرة أول شيء أنكره على الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن في عدالته قضية المال. والخوارج يتعلقون وخاصة في هذا العصر متعلقين بقضايا الأموال، والرسول أخبر أن ولاة الأمر يستأثرون بالأموال والمناصب، فأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. أخبره الله أن الولاة يستأثرون بالمال وبالمناصب، وأول من وصى رسوله بالصبر على الأثرة أصحابه من الأنصار. فأهل السنة ما يثيرون قضية مال وقضية عدالة وقضية شيء، يصبرون حتى يرون الكفر البواح كما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فأول رئيس الخوارج بدأ يدندن حول الاقتصاد. الخوارج في أصلها إحصائيات للأموال وعدها من البترول وكذا 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 وكذا، ويهيجون الناس بهذه القضايا ويتظاهرون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو شأن الخوارج. هذه طريقتهم. أول ما خرجوا في عهد عثمان في مصر وفي غيرها بدأوا يهيجون الخليفة بالمناصب وبالأموال ويتظاهرون بالغير على الإسلام. والأمر بالمعروف هي الأمر يعيد نفسه اليوم، والتاريخ كما يقال يعيد نفسه. فالأمور والقضايا التي يدندن عليها الخوارج منذ ذرة قرن فتنتهم هي إلى يوم القيامة، هي نفسها المعروف نهي عن المنكر وقضايا المال وقضايا المناصب وهذه الأشياء. الرسول أخبر عن هذه الأشياء كلها.